ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض ألذ واسهل وصفه جمبري مقلي كريسبي خطير يا جماعه، وفي اقل من 10 دقايق. اول حاجه انا عندي حوالي نص كيلو جمبري متنضف وشايله الخيط الرملي بتاعه. عندي حوالي 3 فصوص ثوم، نص معلقه صغيره كزبره، نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه بصل باودر وتوم باودر، ملح، بابريكا، وعصير ليمونه كبير. نبدأ بقى نخلط التوابل دي كويس جدا مع الجمبري. الجمبري يا جماعه من الوصفات اللي مش بيحتاج يقعد في التتبيله كتير، لحد ما نحضر الدقيق والخليط السائل مش محتاج يقعد اكتر من كده. الجمبري من الاكلات اللذيذه السهله البسيطه اللي مش بياخد مننا وقت ولا مجهود خالص. انا بقى عندي حوالي كوبايتين دقيق. انا بحب انخل الدقيق عشان لو في اي تكتلات. عندي بقى معلقتين نشا كبار، بتدي قرمشه حلوه جدا للجمبري. هنضيف نفس التوابل اللي احنا ضفناها على الجمبري، بس هنزود بس الكركم لان الكركم بيدي لون حلو قوي في القلي. عندي بقى معلقه بابريكا، بصل باودر، توم باودر، كمون، كزبره، ملح. نقلب كويس التوابل مع الدقيق. وفي بوله فاضيه بقى يا جماعه هناخد حوالي تقريبا كوبايه وربع من الخليط دوت، وده هيبقى الخليط الجاف بتاع الجمبري. عندي بقى تقريبا كوبايه الا ربع من الدقيق. نبدا ننزل عليهم تقريبا كوبايه الا ربع برضو من الميه، ونقلبه كويس برضو عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وده يبقى الخليط السائل بتاع الجمبري. ده بيفرق جدا جدا في الجمبري في القرمشه والطبقه بتاعه الجمبري، ان ما تفصلش بينها وبين الدقيق. هنقلبه كويس جدا ونبدا ننزل عليه بالجمبري. عندي بقى كيس فيجيتار على الدقيق اللي احنا كنا سايبينه اللي هو تقريبا كوبايه وربع، نبدا ننزل عليهم بكيس فيجيتار. بيدي لون حلو جدا في القلي برضو. ونبدا بقى ناخد الجمبري واحده واحده عشان ما يلزقش. نعمل جمبريه واحده واحده كده ونغلفه كله بالدقيق. انا هنا خلاص جهزت الجمبري بتاعي في طاسه بقى على نار. النار تكون متوسطه. نبدا نقلي الجمبري واحده واحده. اهم حاجه ما نملاش الطاسه قوي يا جماعه بالجمبري عشان ما يفكش مننا وما يلزقش في بعض. لازم نخلي الجمبري واحده واحده كده. ونحاول ما نقلبش الجمبري اول ما يتحط، نسيبه بس دقيقه كده على النار. اول ما يبدا ياخد اللون بتاعنا ممكن نقلبه. الجمبري مش بيحتاج يقعد على النار اكتر من 3 دقايق. رشه الكركم يا جماعه اللي احنا اديناها له هي دي اللي مخليه لونه حلو جدا، مدياله لون اصفر حلو قوي. شكله كريسبي وخطير. يفضل ان احنا نخرج الجمبري على شبكة، ما نخرجوش على مناديل، لان المناديل هتخلي الكريسبي بتاعه يطرى وما يبقاش حلو. بصوا طعمه تحفة وشكله خطير، محتفظ بالكريسبي بتاعه حلو قوي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. مستنية رأيكم، مستنية كومنتاتكم. بصوا تحفة يا جماعة.